صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم إخواني أخواتي الجزائريين الغيورين على وطنهم داخل الوطن وخارجه. معكم دائما اللبة ليونيسا. كاين واحد الكلمة يتم تداولها بكثرة في هذه الأيام من طرف الزيطات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الكلمة هي كلمة أو لفظ الطواغيت، حيث تعود أصول هذه الكلمة في الجزائر إلى أول الخطب التحريضية ضد الجيش الوطني الشعبي من طرف المقبور عباسي مدني والإرهابي بالحاج دون ذكر الاسم، أقصد بالحاج لأنه يعني بدون ذكر اسمه، لأنه يعني اسمه لا يرقى إلى اسم خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه. في هذاك الوقت في نهاية يعني أقصد في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات كان يطلق لفظ الطواغيت على جميع المنتمين للجيش الوطني الشعبي، حيث أبيحت دماؤهم وحلل قتلهم وحرمت أموالهم واعتبر دفاعهم عن وطنهم حرام، وأن واجبهم في الذود عن الجزائر هو عمل إجرامي وخدمة لمصالح الطواغيت. هذه الفتوى بإباحة وإراقة دم أفراد الجيش الوطني الشعبي الجزائري أفتى بها جميع قيادة الفيس الإرهابيين. بالله عليكم، أي دين يبيح إراقة دم الأخ لأخاه؟ هذا هو الدين الإسلامي الذي أنزل على خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين؟ فهذا مخالف تماما للشريعة الإسلامية التي حرمت قتل المسلم لأخاه، كما حرمت قتل النفس بغير حق سواء كان مسلما أو كافرا. فما بالكم بقتل المسلم للمسلم؟ بل تمادوا في جبروتهم اتجاه أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى درجة تكفيرهم وإخراجهم من الملة. عذرا يا رسول الله، فما يفعله التكفيريون لا يمثلون الدين الإسلامي، وما يقوله أتباعهم من أمثال الزيطوت لا يمد للإسلام بصلة، فالإسلام بريء منهم ومن أفكارهم الإرهابية. اللهم ارحم جميع موتى الجيش الوطني الشعبي أثناء العشرية السوداء، ونحسبهم عند الله من الشهداء. تحيا الجزائر ويحيا الجيش الوطني الشعبي بكل أسلاكه ومصالحه. سليل جيش التحرير والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.